بدا اليمن وكأنه ساحة شطرنج كبرى في لعبة صراع القوى القائمة منذ أكثر من 4 أشهر. وقعت أحزاب اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية، فضيقت على الرئيس صالح هامش المناورة. كان يكفي بيدق واحد لإسقاط رئيس يترنح، لكن صالحا يخرج من كم قميصه كما يفعل ساحر ماهر ما يخطف أعين الناس. قال: لا توقيع إلا في القصر، ولن يعترف بتوقيع المعارضة الذي تم داخل ما وصفها بالغرف المغلقة. وقائع يوم الأحد كانت تشي بقرب ما يكره صالح وشيعته، حيث سيضطر الرئيس إلى أن يوقع على إنهاء سلطته خلال شهر. خرج أنصار الرئيس اليمني يسدون كل طريق إلى القصر الجمهوري، ويطالبون صالحا برفض المبادرة الخليجية وعدم التوقيع عليها، لأنها مؤامرة ضد الشعب اليمني. لا يوقع لا يوقع، واحنا رافضين، ولن يرحل، لم يرحل لم يرحل. احنا انتخبنا فخامة الرئيس الى 2013. مناشدات يعلم من يرسلها في الهواء أنها لن تغير من الأمر شيئا في مشروع التسوية الماضية إلى غايتها، فالمبادرة الخليجية تقف معها واشنطن حليفة صالح. وفي الوقت الذي بدأ فيه المسرح مهيئا لشهود خروج الرئيس، إذا به يقلب الطاولة على الجميع، وينقل التلفزيون اليمني مراسم توقيع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والأحزاب المتحالفة معه على المبادرة الخليجية. بدا المشهد ناقصا يعبر عن نصف انتصار لأحزاب المعارضة ونصف هزيمة للرئيس علي عبد الله صالح. ولم ينفض حفل التوقيع على المبادرة من الحزب الحاكم حتى ظهر الرئيس صالح يدافع عن كبريائه الجريح أمام معارضة لم تكن رفيقة به واستنكفت من الوقوف بين يديه. فالجنرال لم يعد يرفض التنحي، ولكنه يبحث عن تنحي مشرف. الرئيس قال: نعم، أنا سأوقع إذا جاءت المعارضة إلى القصر الجمهوري للتوقيع، لأنها ستكون شريكة في الحكومة الانتقالية، شريكة في الحكومة الانتقالية الذي ستكون مدتها من إلى 90 يوم، 30 يوم أثناء بعد توقيع الرئيس، و60 يوم مع نائب رئيس الدولة. وتماما كما هو الحال مع الحكام في لحظة الزلزلة، كان صالح في اليوم السابق يكيل الاتهامات لأحزاب اللقاء المشترك، ويصف المبادرة الخليجية بأنها مؤامرة عليه وأنها انقلابية. لكن صالحا يضع في اليوم التالي نظارة أخرى، فإذا بصره حديد والمبادرة جهد طيب. فنثمن تثمين عالي موقف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الصديقة. ويبدو صالح كبطل في التراجيديات القديمة يستدعي تعاطف الجمهور، حتى وهو يفاوض على شروط تنازله عن عرشه أمام أحزاب اللقاء المشترك التي لم تكن أعلى سقوف مطالبها منه يقترب مما نالته اليوم بفضل الثورة الشبابية. كان يمكن لأحزاب اللقاء المشترك أن تأتي إلى القصر لتضع نهاية صالح، لكنها بسوء في التقدير السياسي منحته فرصة لتحقيق انتصار يحول مشهد التنازل المنتظر إلى مكسب أدبي لرئيس لم يبق له غير الدفاع عن الرموز والبروتوكول. أما اللاعب الغائب الحاضر في مشهد التوقيعات، ما كان منها في الغرف المغلقة أو في القصر الجمهوري، فهم الشباب الذين صوبوا بتضحيات كبيرة بوصلة اليمن إلى مسار جديد يعيد للدولة اليمنية تماسكها وهيبتها ويرتب علاقتها بالمستقبل. وقد رفض الشباب المبادرة الخليجية واعتبروها طوق نجاة لصالح وتمهيدا لعودة طبقة سياسية خلت أفئدتها من جسارة الحلم والروح الثوري. وتبدو مهام الشباب الثائرين صعبة أيسرها إسقاط صالح، وأصعبها ألا تسقط قطاف الثورة في أيد خضبها الحبر أكثر مما فعل الدم.